هذا الجزائري واحد من قدماء الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية. عمل مترجما، مكونا للمترجمين، صاحب مطعم ومقهى، ثم تاجرا للسيارات، وأخيرا تاجرا للعقارات. فما قصته؟ أنا عبد الجليل بلمولود من جنزات ولاية سطيف، وهذه قصتي للعربية الحدث. قريت في جامعة سطيف. قبل جامعة سطيف قريت 6 شهور في جامعة قسنطينة، هذه الجامعة الجميلة هذه تاع قسنطينة. قريت 6 شهور ثم، وانتقلت خاطش حلوا معهد اللغة الأجنبية في سطيف، رحت كملت في سطيف قريت 3 سنين. قلت والله غير كاين فرص أكثر في الجزائر العاصمة، فانتقلت تحولت للجزائر العاصمة، كملت لا ليسونس تاعي ثم في الجزائر العاصمة. وفعلا يعني كما كان متوقع قريت تما باش ندير الماجستير تاعي في الجزائر العاصمة. وبعدين استفدت من منحة في 1995، منحة دراسية، منحة بحثية عن طريق المركز الثقافي الأمريكي في الجزائر العاصمة، عن طريق القنصلية الأمريكية في الجزائر. جيت هنايا RDU راني ديرمي انترناشونال ايربورت، وبعدها بحوالي أسبوع هذه الفول برايت سكولرشيب الناس اللي كانوا المسؤولين فيها بعثوا لي حتى كمبيوتر، ما كنتش ميم با نعرف كيفاش نمشي الحاسوب هذاك الوقت. بعثوا لي حاسوب وبعثوا لي المنحة، الحمد لله. يعني الظروف، ومن بعد بديت في العمل، اشتغلت في مستشفى دوك. بديت كمترجم طبي. درست كذلك لأكون مؤطر ومكون لمترجمين طبيين، فكان عندنا برنامج، فكونت العديد من المترجمين الطبيين آنذاك. كان عمري 30 سنة، فقلت خلاص هذه هي الفرصة. فجربت، رحت جيت مطعم صغير في أحد المراكز التجارية هنا في المدينة هذه. خدمت سنة في هذاك في المطعم، ومن بعد ما قدرتش تحولت إلى مجال النقل. قال لك النقل في الأمريكان هي اللي فيها فرحت دخلت في مجال النقل، خدمت تقريبا 10 سنوات. فاقترحت على شريكي اللي يكون جزائري كذلك، قلت له لماذا علاش ما تشتريش الجزء بتاعي، خاطر انا خلاص حبيت نرجع نبدل شويه. وفعلا يعني اتفقنا، وطلعت انا في 2010 انطلقت في مجال الحديد سيارات. خلال او قبل ما يبدا الكوفيد حبيت نشري قطعه ارض وتخدعت فيها، فلقيت روحي كاني تخدعت. قلت والله غير لازم ندخل هذا المجال هذا ونتعلم. قريت هذا الامر هذا، ودخلت مع شركة هنا، خدمت معهم سنة وشوية، وقررت اني نفتح الشركة تاعي لوحدي. فاصبحت انا ما يعرف هنا باسم بروكر ان تشارج. في عمري 57 سنة اليوم. حاليا احضر في شهادة ماسترز ديجري in Peace and Conflict Studies. كاين الناس يقول لي واش تدير بها، راك انت خلاص يعني راك كبير. I'm doing this for myself لنفسي.